إذا اليوم كنحضروا مع السيد والي الجهة والسيد رئيس الجهة وأيضا السادة العمال لتوزيع عدد من حافلات النقل المدرسي بالجهة. هاد الحافلات اللي انطلقت هذه التجربة منذ 2019 في إطار واحد الاتفاقية شراكة مع مجلس الجهة لاقتناء 423 حافلة، واللي كتندرج في إطار واحد الاتفاقية كبرى بحوالي 1 مليار و800 مليون ديال الدرهم. الهدف قلت من اقتناء هذه الحافلات هو أولا ضمان تكافؤ الفرص خاصة على مستوى الوسط القروي وتعزيز العدالة المجانية والحد من الهدر المدرسي خاصة في صفوف الإناث. اليوم النقل المدرسي يعتبر أحد مكونات الدعم الاجتماعي الأساسية التي نراهن عليها إلى جانب المبادرة الملكية مليون محفظة، برنامج تيسير والداخليات والإطعام المدرسي. وحسب الدراسة التقييمية اللي قمنا بها تؤكد تطور ملحوظ في صفوف يعني على مستوى مؤشر ديال التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. فقط نطمح أيضا حسب يعني الأهداف اللي رسمتها خارطة الطريق 2022-2026 واللي وضعت محاربة الهدر المدرسي كأحد أولوياتها الاستراتيجية. نسعى إلى أولا الحفاظ على التلاميذ إلى حدود التعليم الإلزامي على الأقل، وأيضا ضمان تمدرسهم في ظروف جيدة، وأيضا ضمان ظروف تعليم جيد يراعي مبادئ الجودة من أجل تعزيز المكتسبات الدراسية، تطوير الكفايات ديال التلاميذ، وأيضا قلت من أجل تحقيق الجودة للمدرسة العمومية. نعم. العدد ديال الحافلات العدد ديال الحافلات اللي منصوص عليها في الاتفاقية هو 423 حافلة. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى ضحوك رئيس جماعة ولاد مبارك. بهذه المناسبة ديال التوزيع ديال هذه حافلات النقل المدرسي كنشكر السيد الوالي والسادة العمال ديال الأقاليم اللي تابعوا للجهة ديال بن ملال والسيد رئيس الجهة والسيد رئيس المجلس الإقليمي وجميع المتدخلين اللي اليوم غادي يسلموا واحد المجموعة ديال الرؤساء هذا العدد الكبير ديال الحافلات ديال النقل المدرسي اللي غادي يفك واحد المشكل على العالم القروي، على الناس اللي بعادين على المراكز التعليمية. اليوم حنا فخورين بهذا الإنجاز اللي كنعتبروه إنجاز تاريخي، ودائما المجهودات ديال السيد الوالي والسيد رئيس الجهة تتصب في المصلحة العامة ديال المواطن وديال التلميذ والتلميذة بصفة خاصة. حنا كرؤساء ديال الجماعات بصفتي أنا كرئيس ديال الجماعة أنا جد فخور لأن تفك عندي المشكل ديال النقل المدرسي اللي غادي يبقاو وليداتنا تيقراو، ما غاديش يهاجروا المدارس، ما غاديش يعني غنحدوا من الهدر المدرسي. هذا إنجاز تاريخي فخورين به، والحمد لله والفضل كيرجع لله سبحانه وللسيد الوالي مع السيد رئيس الجهة اللي ساهموا معنا. حنا كجماعات محتاجين بحال هذه المبادره هذه، وشكرا للسيد الوالي بهذه المناسبه. بسم الله الرحمن الرحيم. جمال أونين رئيس جماعة ايتو قبلي. اليوم كنتواجدوا بالمركب المتعلق بالنادي الفروسية من اجل تسليم حافله النقل المدرسي اللي جماعة ايتو قبلي من بين الجماعات اللي مستفده من التوزيع ديال حافله النقل المدرسي اللي صارت عليه جهات بن ملال خنيفره الوكاله الجهويه لتنفيذ المشاريع. الحمد لله حنا غادي نسدوا هذا الاشكال ديال الخصاص اللي كيعانوا منه بعض التلاميذ بالتراب ديالنا بجامعه ايتو قبلي. هذه حافله رقم 3 اللي غادي نستافدوا منها، اللي غادي نحاولوا باننا نسدوا الخصاص والاشكال ديال النقل المدرسي والهدر المدرسي بصفه نهائيه. حنا مجندين من اجل انه نوفروا جميع كل ما يتعلق بالوسائل النقل وتوفير كل ما يتعلق بالمتطلبات ديال المدرسه. اللي بالمناسبه غنشكروا السيد رئيس الجهه السيد الوالي السيد عامل الاقليم ازلال اللي هما فتحوا الابواب ديالهم للحوار والنقاش. واللي بالمناسبه ايضا العام الموسم الدراسي تم احداث نواه ثانويه بايتو قبلي، تم ان شاء الله احداث دار الطالبه. اذا الاشكال المتعلق بالهدر المدرسي ولا كل ما يتعلق بالدراسه غادي نوضعوا النقاط من اجل نخلصوا من هذه المشاكل ان شاء الله. وشكرا جزيلا.